السلام عليكم. دلوقتي عندنا مشكلة عند ناس كتير جدا بخصوص عضلة الباي. عضلة الباي زي ما احنا عارفين مقسومة نصين، نص خارجي ونص داخلي. في حاجة اسمها لونج هيد، في حاجة اسمها شورت هيد. يعني الباي زي ما انتوا عارفين عضلة ثنائية الرؤوس، ليها جزئين، نص بيكون من بره ونص من جوه. 90% 95% من الناس عندهم الجزء اللي جوه 10/10 حجما وكتلة جميل جدا، لكن أكتر من 70% من الناس عندهم مشكلة في الجزء الخارجي في عضلة الباي، اللي هو ناحية صباعك الكبير اللي هو لبره. ناس كتير جدا، وأكيد أكيد معظم الناس اللي هتشوف الفيديو ده عندها المشكلة دي. فاحنا إن شاء الله دلوقتي هنعرف ازاي تعالج الموضوع ده بالتمرين إن شاء الله، وبالتكنيك اللي انت هتعمله في التمرين. دلوقتي عندنا حاجة اسمها محصلة القوة، أو مثلا بالإنجلش اسمها التورك. القوة عشان تنزل على العضلة بتاعتك بيأثر عليها حاجتين: قوة الوزن اللي انت شايله، وحاجة اسمها ذراع المقاومة. احنا تمام بنشيل الوزن على حسب كل واحد بيشيل ايه. دلوقتي هنلعب شوية في حتة ذراع المقاومة دي، هنكبرها وهنزودها بحيث تأثر وتزود الحمل وتزود التنشن على الجزء الخارجي في عضلة الباي، فبالتالي يحصل عليه حمل أكتر وضغط أكبر، والضغط هو المحفز للنمو العضلي والضخامة العضلية، فبالتالي هتلاقي معاك نتيجة وتطور كبير في شكل وحجم عضلة الباي الخارجية. طيب ننفذ الكلام ده ازاي؟ أي تمرين بالدمبل. عندك الدمبل اهو، انت الناس المفروض بتمسكه في النص، ده معظم الناس بتمسك في النص. دلوقتي التركايه بقى واللغز اللي هنعمله ان شاء الله هو اللي انت تمسك من جوه قوي كده. شايف دي المسافه دي هتبقى طويله، انت ايدك جوه خالص اهو، وتلعب كده اهو. تمام، يبقى ناحيه صباعك الكبير، ناحيه الصباع الكبير في مسافه كبيره. المسافه الكبيره دي هي اللي اسمها ذراع المقاومه. فانت الدمبل اهو، انا عاوزك تخلي بدل ما تمسك في النص، لا امسك هنا وخلي الحته الطويله دي ناحيه الصباع الكبير، فبالتالي هو ده اللي هيحط حمل على الباي الخارجي، ويخلي الوزن وانت طالع حاسس ان الباي الخارجي هو الاساس وهو اللي شغال اكتر وبطريقه اقوى. اعمل ده في تمرين التبادل، في تمرين السكوت اللي هو بتاع الحصان، او تمرين الارتكاز بالدمبل وانت قاعد، وطبعا البار الزجزاج الماسكه الضيقه نفس الفكره. اعمل التكنيك ده بالدمبل في اي تمرين للباي، سواء تبادل او على السكوت اللي هو الحصان او على الارتكاز. هتلاقي تحسن كبير جدا جدا في حجم وشكل الباي الخارجي، وهتلاقي ان شاء الله الباي ككل بتبدأ تتحسن وتتظبط والمشكلة بتاعتك بتتحل. شكرا، وجرب الموضوع وان شاء الله هتلاقي النتيجة. ومتنساش تدعيلي، ولو استفدت في الفيديو ما توقفوش عندك، واعمل منشن لصاحبك خليه يستفاد. واحلى عاش العاش عليكم.